وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. قصة النهاردة جاية لنا من قارة أوروبا، من بلد برد جدا، من الدنمارك. في العاصمة كوبنهاجن كانت بتعيش بنت جميلة اسمها نورين فريدريك. نورين كانت عايشة مع جدتها بعد وفاة مامتها. نورين كانت جميلة جدا، شعرها ناعم وطويل، عينيها لونها أسود. نورين كان عندها 22 سنة. بعد ما خلصت دراستها على طول اشتغل في محل لعب الأطفال. نورين كانت طيبة وكانت بتحب الأطفال جدا. نورين عاشت سنين كتيرة بتدور على باباها اللي ساب مامتها ونورين صغيرة، لحد ما عرفت مكانه فين وراحت علشان تزور. باباها كان عايش في مزرعة كبيرة. نورين كانت بتروح تزور مرة كل شهر علشان تطمن عليه. في الأول باباها ما كانش مرحب بزيارتها خالص، بس بعد كده بقى فرحان إن هي بتروح وتزور، ودايما كانت بتسأله لو محتاج حاجة أو نفسه في حاجة تعملها له. باباها كان عايش في مزرعة كبيرة جدا، حوالي 100 فدان، وكان فيها شجر فاكهة كتير وخضروات، وفيها بيت كبير، وفيها مكان بيصنعوا فيه الألبان، وفيها بحيرة كبيرة مليانة من الأسنان، وفيها منحى العسل. الخير كان كتير جدا في المزرعة، بس نورين ما تقدرش تاخد حاجة ولا تطلب حاجة من المزرعة. هي بس كانت بتروح علشان تشوف باباها وتطمن عليه، علشان باباها كان عايش لوحده. كانت دايما تروح علشان تطمن عليه، لحد ما في يوم باباها قال لها: يا نورين، أنا عايزة أقولك على حاجة. المزرعة دي كلها هتبقى بتاعتك بعد عمر طويل، أنا هكتبها باسمك. نورين شكرت باباها وروحت على بيت جدتها. وفي يوم وهي في الشغل بصت على الشاشة، شافت خبر حزين: وفاة السيد فريدريك صاحب أكبر مزرعة. نورين اتخضت وجريت بسرعة على المزرعة علشان تطمن وتشوف إيه اللي حصل. لقت ناس كتيرة والحزن في كل مكان، وطلعت لها عمتها قالت لها إن مستر فريدريك خلاص توفى، والمزرعة دي مش بتاعتك، دي بتاعتي أنا. نورين اتخضت وقالت لها: ما تجيش المزرعة دي تاني، وطردتها بره المزرعة. نورين قعدت تبكي، زعلانة على موت باباها، وزعلانة إن المزرعة ما بقتش بتاعتها، وبسرعة جريت على جدتها قالت لها: الحقيني الحقيني. جدتها اتخضت: في ايه، مالك؟ قالت لها: عمتي خدت مني المزرعة وخدت كل حاجة، أنا هروح للملك أشتكي له وأقول له. قالت لها: الملك مش فاضي يقابلك، والملك مش هيصدقك. ليه مش هيصدقني؟ أنا هقول له الحقيقة. قالت لها: الملك مش هيصدقك عشان معكيش ورق، لازم علشان يصدقك يكون معاكي الورق كله معاها، أنا معيش ورق. قالت لها: الملك مش هيصدقك. قالت لها: هتعملي إيه بالمزرعة؟ قالت: ده أنا هعمل حاجات كتير، هوزع كل الفاكهة على الفقراء، وهعمل مطعم كبير ياكل فيه كل الفقراء والمساكين، وكل اللبن هبعته لدار الأيتام علشان الأطفال تشرب اللبن، وهزرع شجر فاكهة كتير علشان ياكل منها الغلبان ويتدفى فيها البردان. قالت لها: خلاص يا نورين، انتي تقدر تزرعي شجرة في الجنينة اللي جنب البيت. نورين فكرت كده شوية وقالت لها: خلاص، أنا هزرع شجرة تفاح في الجنينة اللي جنب البيت. وفعلا تاني يوم راحت واشترت البذور وراحت علشان تزرع شجرة التفاح، وكل يوم تروح تسقي شجرة التفاح مية. بعد شوية أيام الشجرة بدأت تكبر، وبعد كام سنة الشجرة بقت كبيرة وبقت بتطرح تفاح طعمه جميل. وفرحت نورين بالشجرة الكبيرة والتفاح، بس قلبها كان حزين على المزرعة اللي ضاعت. وفي يوم
وهي رايحة تسقي الشجرة لقت جنب الشجرة طالعة شجرة صغيرة، شجرة تفاح. نورين فرحت جدا إن الشجرة هتبقى جنيه، وبقت كل يوم تروح وتسقي الشجرة الصغيرة علشان عايزاها تكبر. وفي مرة كان في عاصفة تلجية، عاصفة جامدة جدا، برق ورعد ومطر. نورين خافت على الشجرة الصغيرة لا تقع وتموت. بسرعة لبست وقامت شالت فانوس في ايديها وجابت حبل كبير علشان تروح وتلحق الشجرة الصغيرة لحسن تموت في العاصفة. وجريت نورين بسرعة على الشجرة علشان تنقذها. لقت حصان واقف ومعاه واحد واقف جنبه. اتخض أول ما شافها، قال لها انتي إنسية ولا جنية؟ هو انتي بجد؟ قالت له أنا اسمي نورين، ساعدني ننقذ الشجر، امسك الحبل. مسك الحبل قدامها، شد بسرعة الشجرة هتقع، وبسرعة ربطوا الشجرة الصغيرة. وبعدين قال لها انتي ساكنة فين؟ قالت له أنا ساكنة في البيت اللي هناك ده. وشكرته. قال لها انتي مش خايفة تمشي في العاصفة؟ قالت له ما تخافش، ربنا هيحمينا. واختفت نورين في العاصفة. العاصفة قعدت 3 أيام، برق ورعد ومطر في كل مكان. وبعدين الشمس طلعت ونورت المكان، وراحت نورين الشغل. ولما رجعت من الشغل لقت جدتها بتقول لها الحقي يا نورين الحقي. في ايه يا تيتا في ايه؟ قالت لها جالي واحد خبط على الباب وقال لي ده بيت نورين. قلت له ايوه. قال لي الملك جاي الساعة 6. نورين قالت لها الملك جاي فين يا تيتا؟ قالت لها الملك جاي عندنا، يلا ساعديني نوضب البيت. قالت لها تيتا انت كنت بتحلمي يا حبيبتي؟ قالت لها الملك جاي. قالت لها هيجيلنا ليه البيت؟ قالت لها تيتا انا جعانه وعايزه اكل، في غدا؟ قالت لها بقول لك الملك جاي. قالت لها طب انا هدخل اجهز الغدا علشان نتغدى سوا. وفعلا نورين دخلت تجهز الغدا، سمعت صوت دوشه في الشارع. بصت من الشباك لقت ناس كتيره في الشارع مليان ناس. رجعت بسرعة على جدتها تسألها، قالت لها هو الراجل اللي جالك قالك ايه بالظبط؟ يا بنتي ما انا قلتلك. قال لي الملك جاي الساعة 6. بصت نورين في الساعة لقت الساعة 6:10. بسرعة جهزت الغدا، ولما الساعة جت 6 الباب خبط تك تك تك. فتحت الباب لقت حراس كتيرة. قالوا لها سمو الملك والملكة وولي العهد. اتخضت نورين وجدتها جت تشوف في ايه. رحبوا بالملك والملكة وولي العهد، وبقى في بيتهم الملك جاي يزورهم. ملك قال لجدتها احنا جايين النهاردة علشان نطلب ايد نورين تبقى أميرة البلاد ونجوزها لابن ولي العهد. شافها في العاصفة لما نزل يطمن على العباد علشان يساعد المسكين والغلبان. شافها طلعت له في العاصفة وقالت له ربنا يحمينا. وافقت جدتها وتم إقامة الأفراح 3 أيام. البلد كلها بتحتفل بفرح ولي العهد. ومن بعد ما نورين بقت ملكة البلاد وحبها كل العباد، ساعدت كل محتاج وسمعت كل مظلوم، وأمرت بزراعة شجرة التفاح في كل ميدان ياكل منها الجعان ويتدفى فيها البردان.